السلام عليكم. في الفيديو اللي فات عملنا مع بعض كود ايجنت، وكان بيسأل الموديل عن بايثون كود، وبعد كده يشغل البايثون كود عشان يأدي المهمة التاسك المطلوب منه. لكن كان في مشكلة خطيرة، ان الموديل ساعات يكتب الكود غلط والبرنامج ما يشتغلش. وعشان كده احنا عايزين ننبه الموديل ان الكود بتاعك ما اشتغلش. شوف بقى ايه المشكلة وعدل الكود اللي انت كتبته. وده يخلينا نزود ذاكرة للايجنت ميموري عشان يفتكر هو عمل ايه ويحاول يتجنبه. وعشان نزود ذاكرة محتاجين نراجع انواع الرسائل messages اللي احنا بنبعتها للموديل. عندنا 3 types من المسج رولز. اول حاجة system role، وفيها بنديفاين البيهيفير والرولز بتاعت الموديل. كمان بنقول له التولز اللي هيستخدمها زي ما شفنا قبل كده. ممكن نقول له كمان البيرسونا بتاعت الموديل يتقمص ايه بالظبط. كمان لو في تون معينة يتكلم بطريقة معينة، وكمان الباوندريز يعمل ايه وما يعملش ايه. هنا اليوزر رول اللي هي البرومبت او التاسك او الكويري اللي بيطلبها اليوزر. وعندي كمان الاسيستنت رول، وهو رد الموديل نفسه، الريسبونس بتاع الموديل. محتاجين ندخل التلاتة دول عندنا كذاكرة او ميموري للايجنت بتاعنا. تعالى بقى نشوف ازاي نعدل في الكود ايجنت اللي عملناه المرة اللي فاتت عشان يفتكر هو عمل ايه قبل كده. ده كان اخر كود احنا عملناه. هنزود دلوقتي كود ايجنت with memory. هناخد الكود ده copy و paste هنا. ده كان عندي simple code agent. تعالى بقى في basic functions موجودة في الكود agent، مش كل مرة هنعدل فيها عشان هنعمل بعد كده agents تانية. فهنعمل مع بعض base agent. هاجي هنا وازود base agent. هو بيستقبل Llama موديل والتولز كمان، وفي البيزك functions بتاعت الكود agent. واجي هنا في الكود agent واقول له ان هو بينهرت من البيز agent. هنا في البيز agent هخلي system prompt default you are a helpful assistant. هاجي هنا بقى اشيل الفانكشنز دي اللي هي بتكستراكت البايثون كود وبتعمل لها اكزكيوشن عشان بقت موجوده عندنا في البيز ايجنت. بقى عندي هنا سيستم برومبت، وانا كنت مزود السطر ده عشان يطلع لي ايرور. تقول الموديل ان هو ساعات يعمل اخطاء عشان تقدر تعمل تيست للايجنت بتاعك. فانا هشيل دي دلوقتي. هاجي اعدل هنا في الران ميثود. تعال نشوف ايه اللي كان بيحصل دلوقتي. في ريسبونس بستقبله من الموديل، ببعت له التاسك والسيستم برومبت. بعد كده باكستراكت الكود، وبعد كده بزود التولز على الكود نفسه، وبعدين اعمل ران للبايثون كود. ساعات وانا بعمل ران يعمل ايرور زي ما حصل هنا. ازاي اقول للموديل حصل ايرور واحاول تتجنب الايرور ده؟ هاجي هنا وازود عندي memory. هقول دلوقتي عندي memory، ودي عبارة عن array. هخليها في الاول empty array. وعندي في run method هنا هسمي حاجة اسمها system message، ده بس للتوضيح. ودي عبارة عن ايه؟ هقول هنا الرول بتاعتك system، والمسج هي عبارة عن self.system prompt. دي اول حاجة. وبعد كده عندي اليوزر مسج، ودي رول بتاعتك يوزر، والكونتنت هي التاسك اللي اليوزر كتبه او طلبه. هزودهم على الميموري self.memory .append system message، وكمان append اليوزر مسج. يبقى الميموري دلوقتي بقى فيها حاجتين، السيستم مسج واليوزر مسج. وهزود هنا في run method حاجة اسمها maximum retries، يعني جرب كم مرة. خليهم 5 باي ديفولت. وهاجي هنا اقول له for I in range maximum tries. عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز ابعت للموديل، بس مش هبعت له التاسك والسيستم برومبت. انا هبعت له مسجز اللي هي الميموري بالنسبه لي. بس قبل ما ابعت له عايز اعدل في الاولاما موديل. كان اولاما موديل هو بيعمل كونستراكشن للمسجز، انا مش عايزه يعمل كده. هشيل الكلام ده في الجنريت وهقول له يستقبل مسجز. هشيل المسجز دي. يبقى كده الموديل بس بيستقبل مسجز، والمسجز دي اللي انا هبعتها له. هاجي هنا واقول له الاول اكتب لي كده trying وبعدين رقم المحاولة نفسها. بعد كده الجنريت هبعت له المسجز نفسها. هبعت له الميموري self دوت memory اللي هي initially بتاخد المسجز دي السيستم واليوزر.
انا كنت زودت ميثود بترجع لي الفول كود اللي هي دي، فهرجع هنا بعد ما جبت الكود نفسه هزود عليه التولز لو في تولز، وهشيل السطر ده. بعد كده هعمل ران للفول كود اللي انا جبته، وبعدين اطبع النتيجة. لغاية دلوقتي هيفضل يحاول، لكن احنا كده ما عملناش حاجة، ما زودناش حاجة جديدة. ايه الجديد اللي هنزوده دلوقتي؟ ده ريسبونس، وده الكود اللي راجع الموديل، وده الفول كود. هاجي عندي الكود نفسه وابديت الميموري، هابند الميموري بالرول بتاعت الاسيستنت، وده الرد بتاع الاسيستنت، هخليه الكود اللي هو رجعه بس. وهكتب هنا ريزلتس والايرور، وهاجي هنا اقول دلوقتي لو في ايرور اعمل الاتي. لو في ايرور عندك هتعمل ايه؟ رجع رساله للموديل، قول له دلوقتي حصل مشكله في الكود اللي انت كتبته. يبقى كان اليوزر دلوقتي بيقول للموديل حصل مشكله في الكود، the previous code failed with error، بيبعت له كمان الايرور. هكتب لي هنا بس حصل ايرور في ستيب i plus 1، ولو ما حصلش ايرور اطلع من اللوب. وهنا بقول له الفاينل ريزلت بتاعتك، لو ما حصلش ايرور اكتب الفاينل ريزلت واعمل بريك، اطلع من اللوب نفسها. تعال نبص بسرعه احنا عملنا ايه. اول حاجه حطينا في المسجز السيستم برومبت والتاسك بتاع اليوزر، كل واحده بالرول بتاعتها. بعد كده ببعت الميموري نفسها اللي يبقى فيها السيستم مسج واليوزر مسج، بستقبل ريسبونس بطلع منه الكود. الكود ده الرد بتاع الموديل نفسه، عشان كده هعمل الميموري ابند بالاسيستنت رول. هعمل ران وهشوف والله لو كان في ايرور يبقى زود كده مسج من اليوزر، لكن انا اللي بقوله دلوقتي حصل مشكله. ما حصلش ايرور يبقى اكتب الفاينل ريزلت. وتعالى دلوقتي نشغل اول تاسك، هنقوله كده ران. انا ما بعتلوش تولز، مش محتاج دلوقتي، انا بتست دلوقتي الميموري. جميل جدا، اشتغل من اول مره. تعالى نكتب له كده السطر العجيب اللي كتبناه قبل كده. try to randomly make mistakes. جميل جدا، هنا حصل ايرور فبيحاول مرة تانية. في المرة التانية رسمها مظبوط اللي هي دي. يبقى انا كده فعلا جربت اول مرة حصل ايرور، بعد كده تاني مرة ما حصلش ايرور، وهكذا. يبقى انا ممكن دلوقتي ان انا اسيموليت ان حصل ايرور عن طريق السطر ده عشان اتست الكود بتاعي. حتى السطر البسيط ده multiply. تعالى بقى نعمل ديباج سريع كده عشان نشوف الميموري فيها ايه. ونعمل ديباج. اولا تاخد بالك ان السيستم مسج واليوزر مسج يكونوا بره اللوب، عشان دول بيكتبوا مره واحده بس. هنا الميموري فيها 3 ايتمز، عندي هنا السيستم، وعندي هنا اليوزر رول، وعندي هنا الاسيستنت رول. ده الرد بتاع الموديل اللي هو الاسيستنت، وده السيستم. ده السيستم اللي هي السيستم برومبت نفسها لو عايز اشوف كل الميموري. ده السيستم مسج لغايه هنا، وهنا اليوزر مسج، وهنا الاسيستنت مسج. كده بقت الدنيا واضحة. تعالى كده نكمل، لو طلع ايرور كده هنشوف ايه اللي هيحصل. نشتغل من اول مرة. تعالى كده نكتب له البرومبت دي، ادخل على البيج دي URL ده، عايزك تعمل سمرايزيشن. طبعا لو كتب بايثون كود، البايثون كود مش هيعمل سمرايزيشن، دي محتاجة مالتي ستيب. بس تعالى الاول نشوف هو هيعمل ايه عشان نعرف ان احنا محتاجين مالتي ستيب ايجنت، وده هيكون ان شاء الله الحلقة الجاية. اجي كده اشغل. عايزين نشيل السطر ده، نسيت احط التول نفسها، هبقى ازودها.
هنا بيقول حصل ايرور، ما عندوش الميثود دي، لكن هو جاب السورس كود فعلا. تقريبا هو ألف كلام من عنده غالبا. هنا بيقول ان هو معرفش يجيب الكود، ما عندوش الميثود دي، لكن ألف كلام من عنده. طب حلو جدا، أكد لنا برضو ان هو بيحاول يجرب، ودي نقطة كويسة. مش هيعرف عشان الميثود اللي انا كتبتها له في البرومبت اللي هي دي مش موجودة. فتعالى كده نوقف، كده اتأكدنا ان الايجنت بيحاول يجرب اكتر من مرة ويشوف الكود اللي عمله قبل كده، ودي نقطة كويسة. هنوقف كده ونزود له التول دي، هنزودها هنا. زودت هنا التول، هاجي كده اجرب تاني. المفروض يستخدم التول دي عشان يجيب الكونتنت بتاع البيج، بس مش هعرف يعملها سمرايزيشن لانه هيكتب 1 بايثون كود بس. طيب تعال نشوف كده ايه اللي حصل. هنا نادى على الميثود اللي اسمها visit web page، والمفروض هنا رجع له الكونتنت. بيحاول هو programmatically يلخص الكونتنت، وكتر خيره يعني، بس مش ده المطلوب. عايزين الموديل نفسه هو اللي يعمل summarization. في الحالة دي محتاجين مالتي ستيب ايجنت، وده الفيديو القادم ان شاء الله. في الفيديو ده زودنا الميموري، في الفيديو الجاي نستفيد من الميموري دي عشان نعمل مالتي ستيب ايجنت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.